ملخص النهاردة في جبل تايواني اسمه المحرم الأصفر. الجبل ده فيه أسطورة بتقول إنك لو رحت هناك ودخلت المنطقة المحظورة وشفت شخص لابس بالطو أصفر اوعى تمشي وراه وإلا هيحصلك زي التلات أصدقاء اللي هنعرف قصتهم دلوقتي. من غير رغي كتير يلا بينا نبدأ على طول. وبيبدأ فيلمنا سنة 2019 في تايوان، بالتحديد في غابة أو جبل اسمه المحرم الأصفر. الجبل ده فيه مستنقع ملحي منظره جميل ويخطف العيون، عشان كده السياح بيروحوا هناك كنوع من الترفيه والسياحة العلاجية. والمخيف في الأمر إن معظم اللي بيروحوا بيختفوا ومش بيكون ليهم أي أثر، وبنشوف شخص تايه في المكان وبيدور على أي حد يساعده، وبيشوف حد واقف بعيد وبيفضل ينده عليه بس بيلاقيه اختفى فجأة. والشاب التايه بيحس بالتعب وبتجيله حمى وبيحس بحكة شديدة في كل جسمه، فبيقلع كل هدومه وبيفضل ماشي لغاية ما بيشوف منزل في الغابة. بيخبط ومحدش بيفتحله، وفجأة بيظهر له شبح لابس جاكيت أصفر واقي من المطر. الشبح بيخلص عليه بطريقة مرعبة، وصاحب البيت لما بيفتح الباب بيكون الشاب والشبح اختفوا من المكان. بعدين بننتقل لسنة 2024 جوه فندق سياحي لمتسلقين الجبال والمتنزهين. بنشوف شاب كان نايم وبيصحى لما مية المطر بتنقط عليه من السقف، وصديقته يوشين كانت لسه نايمة جنبه. شان بيطلع بره الغرفة عشان يملأ ازازة المية، وبيسمع الناس اللي معاه في الفندق بيتكلموا عن الأشباح اللي في الجبل، وبيقولوا إن الجبل ممكن يكون ملعون عشان فيه أشخاص كتير اختفوا في المكان، منهم راجل اسمه أنوي اختفى من 5 سنين. وفي كل مرة بتحصل حوادث اختفاء، كهنة معبد الملوك التلاتة بيطلعوا عند سفح الجبل وبيعملوا طقوس معينة. بعدين بنشوف ست ماسكة طبق بيقع من ايدها وبيعمل صوت وبيلفت انتباه الناس اللي بتحكي عن اشباح ولعنة الجبل. بعدين بيسمعوا اخبار عن الطقس وبيعرفوا ان الجو هيقلب، ولازم المتسلقين والمتنزهين اللي هينزلوا اسفل التل ياخدوا بالهم من نفسهم ويكونوا حذرين. وبعد شوية يوشين بتصحى وبتروق على نفسها بكوباية شاي تايواني بلبن، وبيجهزوا ادواتهم وبيمشوا مسافة طويلة في الجبل. شان بيبص على خاتم الخطوبة اللي ناوي يخطب بيه يوشين، ومن خلال كلامهم بنعرف ان شان مش بيحب المكان ده وهو موجود فيه دلوقتي عشان خاطر يوشين حبيبته. شان بيفكرها ان المكان خطير والمفروض ما كانوش يجوا فيه اصلا، ويوشين بتتضايق وبتصمم انها تمشي في الجبل. بعدين وهم ماشيين بيشوفوا مجموعة من الناس متجمعين لان الشرطة لقت جثة شخص وقع من على الجبل، وبيجوا شوية هواء وبيشيلوا الغطا من على الجثة، وشان بيشوف عليها علامة غريبة وده معناه ان في شيء غامض بيحصل في المكان ده. يوجين بتكون خايفة عشان كده بيرجعوا للفندق، وفي طريقهم بيشوفوا ست لابسة هودي أحمر وطالعة للجبل وشكلها مستعجلة، والبرق والرعد بيبدأوا. يوشين وشان عمالين يمشوا لغاية ما دخلوا في عمق الغاب، وبيلاقوا نفسهم في كل مرة بيرجعوا لنفس المكان وتاهوا تماما. وفجأة بيشوفوا شخص لابس جاكيت أصفر واقي من المطر وبيقول لهم بكل هدوء يمشوا وراه عشان هو عارف الطريق. بيفتكروه شخص عادي عشان كده بيمشوا وراه، وفجأة بيقع قدامهم طائر اسود وده بالنسبة لهم نذير شؤم. بعدين بيفضلوا ماشيين ورا الكيان لغاية ما بيدخلوا لعمق أعماق الغابة، والكيان اللي في الغابة بيأثر على عقولهم لدرجة إن يوشين كانت ماشية مش حاسة بنفسها وكانت هتقع من على الجبل، بس شان بيلحقها وهما الاتنين بيفوقوا من تأثير الكيان. بعدين بيلاقوا طريق الخروج من الغابة وبيركبوا عربيتهم وبيرجعوا للمدينة، وكده رحلتهم انتهت. وفي وقت تاني وهما في المنزل بيحصل بينهم توتر لأن يوشين مش عايزة ترتبط بشان لأنها بتحب شخص تاني، واللي بتحبه الشاب اللي شفناه في أول الفيلم كان تايه في الغابة والكيان خلص عليه. وبنعرف إن صديقهم المقرب وهما التلاتة راحوا رحلة لنفس الجبل الملعون من 5 سنين، وأن واي اختفى هناك وده السبب اللي بيخلي يوشين تروح هناك باستمرار عشان تدور عليه وتلاقيه أو حتى تلاقي جثته. ودلوقتي شان قاعد بيفتكر ذكريات الماضي
وبنرجع فلاش باك وبنشوف أنواي وهو بيتمشى مع يوشين وشان على نفس الجبل الملعون، وأثناء صعودهم بيلاقوا طريق مغلق بقماش أصفر وعليه ورقة فيها تحذير بتقول إن معبد الملوك التلاتة هناك والدخول فيه ممنوع منعا باتا، لأنهم بيعملوا طقوس عشان زي ما عرفنا إن أي حد بيختفي في المكان ده كهنة المعبد بيطلعوا يعملوا عليه طقوس معينة. بس التلات أصدقاء بيتجاهلوا التحذير وأنواي بيدخل ويوشين وشان ما كانش قدامهم حل غير إنهم يمشوا معاه، لأن أنواي كان عايز يمشي من الطريق المختصر اللي هم يعني دخلوا فيه دلوقتي. ولما بيمشوا شوية بيمروا بموقع الطقوس وبيستخبوا عشان يتفرجوا، وبيلاقوا كهنة معبد الملوك التلاتة ومساعدينهم بيرقصوا حوالين تمثال. التمثال ده عليه صورة ولد مجهول وبيعملوا طقوس وكانوا لسه هيضحوا بمعزة، بس يوشين بتخاف وتصرخ وهما بيجروا بيوقعوا حاجة كانت فيها دم والكهنة بيشوفوهم وهما بيهربوا. بعدين بنرجع من الماضي ولسه شان زعلان وكان قاعد سرحان، فبيلاقي الباب بيفتح لوحده وهو بيخرج يشوف فيه ايه. بيلاحظ آثار أقدام ملطخة باللون الأحمر، بيمشي ورا الآثار وفي نفس الوقت بيظهر كيان لابس أصفر وبيمسك يوشين وهي بتفضل تصرخ. ولما شان بيسمع صوتها بيروح عشان ينقذها بس مش بيقدر يوصل للشقة، وبيشوف يوشين وهي طالعة للسطح عن طريق الأسانسير، وشان بيفضل يطلع السلم عشان ينقذها بس مش بيلحقها لأن الكيان الأصفر سيطر على عقلها تماما وهي فضلت تمشي على السور لغاية ما حدفت نفسها. في اللحظة دي شان بيصحى من مية المطر اللي نزلت عليه من السقف وبيلاقي نفسه في نفس الفندق اللي عند الجبل الملعون، وبيتكرر نفس المشهد اللي شفناه في أول الفيلم، لأن يوشين وشان محاصرين في حلقة زمنية جوه المكان الملعون. وبعد ما شان بيصحى بيشوف يوشين نايمة جنبه بسلام وبيقنع نفسه إن كل اللي شافه مجرد كابوس، وبيروح يملأ إزازة المية وبيسمع الناس اللي في الفندق بيتكلموا عن الجبل واللي بيحصل فيه. وبرضه الست اللي في الفندق بتوقع من إيدها الطبق وبتلفت انتباه الموجودين. بعدين هو ويوشين بيتمشوا في الجبل وهم نازلين بيشوفوا نفس الجثة اللي شافوها في المرة اللي فاتت، بس المرة دي مختلفة شوية عشان بيشوفوا الست صاحبة الهودي الأحمر قاعدة قدام الجثة وبتعيط لأنها تعرف الشخص المتوفي. وشان بياخد يوشين وبيرجعوا للمدينة والكيان الأصفر بيظهر ليوشين وبيسيطر على عقلها وبيخليها تطعن نفسها في رقبتها، وشان بيرجع يصحى وبيلاقي نفسه في نفس الفندق والموضوع بيفضل يتكرر. وفي كل مرة يوشين بتموت بطريقة مختلفة والمرة دي بتقع من على الجبل وبيصحى برضه وبيلاقي نفسه في الفندق وبيقول ليوشين على الحقيقة وهي مش بتفتكر أي حاجة ومش بتصدقه كمان. وشان بيعتقد إنه عشان يحمي يوشين وينهي الحلقة الزمنية اللي بتتعاد كل شوية بيقرر ما ياخدهاش للمنزل ويفضلوا ماشيين في الشوارع، بس برضه يوشين بتموت وهي بتضحك بطريقة غريبة. وبرضه شان بيصحى في نفس الفندق واللي بيحصل بيفضل يتكرر. وفي يوم وبعد نزولهم من الجبل بياخد يوشين لمكان بعيد عن منزلهم وبيحجز غرفة في فندق وبيترجى يوشين ما ترجعش للجبل وبيقول لها ان في شيء خارق للطبيعة بيحصل لهم وهي برضه مش فاهمة اي حاجة ومش فاكرة كمان وبتعتقد ان شان بيعاني بسبب موت صديقهم. وبنرجع فلاش باك مرة تانية وبنشوف الثلاث اصدقاء تايهين في الغابة بعد ما هربوا لما شافوا الكهنة بيعملوا الطقوس، وشان كان لابس جاكيت اصفر وواقي من المطر وهما بيحاولوا يلاقوا طريقة للخروج من الغابة. رجل أنوي بتتعور ومش بيقدر يمشي وما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي. ولما النهار بيطلع يوشين وشان هما بس اللي بينزلوا من الجبل وبنلاحظ ان شان مش لابس الجاكيت الأصفر وبنشوف شان سرحان في حبه ليوشين. وبعدين يوشين بتدخل تاخد شاور وبعد شوية شان بيسمع صوت وبيدخل الحمام وبيشوف يوشين وهي بتغرق في البانيو ومهما حاول ينقذها مش بيقدر وفي الآخر بتموت وهو بيصحى في نفس الفندق. شان بيعرف ان الهروب مش هو الحل وبيقرر يعرف التفاصيل اللي بتحصل وبتتكرر كل يوم يمكن يلاقي حل. فلما بيطلع عشان يملى الإزازة بينتبه كويس لكلام النزلاء وهم بيتكلموا عن شيء اسمه المحرم الأصفر وبيشرحوا إن الجبل ده ملعون وهو المحرم الأصفر
وأي شخص بيمشي فيه بيتأثر بيه وبيبدأ يظهر له كيان ويطارده، وعشان يكسر اللعنة لازم يروح المعبد الموجود عند سفح الجبل ويصلي. شان مش بيضيع وقت وبيصحي يوشين وبياخدها وبيروحوا هناك لمعبد الملوك التلاتة، وشان بيحكي للكاهن على اللي بيحصل له، والكاهن بيكشف على يوشين ومن الهالة اللي حواليها بيعرف إنها ملعونة وبيقرأ عليها شوية تعويذات. وفي نص الطقوس الكيان الشيطاني بيظهر على يوشين وبيرعب الموجودين، وبعد جهد كبير الكاهن بيقدر يهدي الشيطان اللي جواها وبيقول لهم إن اللعنة مش هتنتهي غير لما يعرفوا إيه علاقتهم بالجبل وإيه المشاكل اللي حصلت هناك. وشان مش بيجاوب على الكاهن وبيشكره وبيمشي، وبيقول ليوشين إن الكيان الأصفر ممكن يكون الروح الشيطانية الأنوي وهو زعلان منهم عشان كده بيضايقهم. ويوشين مش فاكرة أي حاجة ومش مصدقة شان، وهم راجعين للمنزل بيظهر الكيان وبيزقها عند العربية وبتموت في الحال، وبيلاقي نفسه برضه في نفس الفندق والمرة دي بينهار وبيفضل يعيط. ويوشين بتهديه وبتسأله في ايه، وفي اللحظة دي بنرجع فلاش باك وبنشوف المحقق بيسأل شان امتى آخر مرة شاف أنوي في الغابة، وهو بيكذب وبيقول انه ما شافهوش من ساعة ما تاهوا في الغابة. بنرجع للحاضر وبيقول الحقيقة ليوشين وهي برضه مش فاهمة ايه اللي بيحصل، وبتعتقد انه حاسس بالذنب اللي ضيع انوي وبتهديه وبتحاول تفهمه انه مش سبب في اختفاء صديقهم. بعدين بياخدها لبره الغرفة وبيحكي لها على الحاجات اللي هتحصل قبل ما تحصل، وساعتها يوشين بتقتنع انهم في حلقة زمنية، بس معرفتها الحقيقة مش هتقدم ولا هتأخر عشان في كل لحظة بتموت فيها بتنسى كل اللي حصل. وتاني يوم شان بيلاحظ الست صاحبة الهودي الأحمر، بس المرة دي كانت ماشية جنب الناس اللي شايلة جثة الشخص اللي كانت قاعدة جنبه وبتعيط في المرة اللي فاتت. والست دي بتظهر في كل مرة بطريقة مختلفة وفي مكان مختلف، وبتفضل واقفة بتبص عليهم بطريقة غريبة. بعدين بنعرف ان الست دي اسمها جافي وهي كمان محاصرة في نفس الحلقة الزمنية، وكل يوم بتصحى بتلاقي جوزها راح للجبل وهي بتجري عشان تنقذه بس بتلاقيه مات. بعدين جافي بتحكي قصتها لشان وبتقول كان عندها ابن اسمه ينتنج اختفى في الجبل. ينتنج هو نفس الولد اللي شفنا صورته على التمثال لما شان وأصدقائه كانوا بيبصوا على كهنة المعبد وهم بيعملوا الطقوس، وهو اختفى في نفس الوقت اللي أنوي اختفى فيه، وهي وجوزها بيفضلوا يدوروا عليه في كل مكان ومش بيلاقوا ليه أثر. عشان كده جوزها اتجنن وكان بيفضل في غرفته طول الوقت بيصنع أدوات وبيعمل حاجات خاصة بالسحر، وبيروح الجبل كل يوم يمكن يلاقي ابنه. وفي يوم بيقع من على الجبل وبيموت، وجافي بتقول ان جوزها ما انتحرش وبتعتقد انها لو عرفت سبب موته هتقدر تخرج من الحلقة الزمنية. وشان بيفتكر انه شاف راجل واقف عند جثة زوجها وبيقول للشرطة انه شافه وهو بيقع من على الجبل الساعة 45 صباحا، وده حصل بعد ما شان بيصحى من النوم. بعدين شان وجافي بيقرروا يفسروا مع بعض اللي بيحصل ويكسروا اللعنة. جافي بتاخد يوشين توصلها لبيتها، وشان بيحاول يعرف ازاي جوزها مات وبيروح المكان اللي وقع منه، وهناك بيلاقي قطع أثرية طقسية في كل مكان وورقة مرسوم عليها رمز غريب، وده نفس الرمز اللي كان مكتوب على جسم زوجها، وبرضه نفس الرمز اللي شان شافه هو وأصدقائه من 5 سنين في الطقوس اللي على سفح الجبل. وبيلاقي دمية عليها صورة ابن جافي، وبنعرف ان الطقوس اللي شان شافها هو وأصدقائه من 5 سنين ما كانتش طقوس تطهير الجبل، ولكن كانت طقوس عملها جوز جافي عشان يحضر روح ابنه، بس الطقوس فشلت عشان جان وأصدقائه عطلوها لما وقعوا الحاجة اللي كان فيها دم وهم بيجروا، وده السبب اللي خلى جافي وشان محاصرين في نفس الحلقة الزمنية. وشان بيتصل بجافي عشان يقول لها الكلام ده، بس في نفس اللحظة جافي بتشوف يوشين وهي بتضرب دماغها في الحيط وبتخلص على نفسها بعد ما الكيان سيطر على عقلها. وشان بيلاقي نفسه صحي في نفس المكان. وتاني يوم جافي بتيجي الفندق وشان بيعتذر لها عشان هو السبب في إفساد الطقوس، وهما الاتنين يدخلوا غرفة زوج جافي اللي كان على طول بيفضل قاعد فيها، وبيلاقوها مليانة أدوات السحر والشعوذة والرموز على الحيطة وكمان أسماء الأشخاص المفقودين وصورة معبد الملوك التلاتة اللي شان ويوشين راحوا فيه قبل كده. عشان كده شان بيروح المعبد بس بيلاقيه فاضي ما فيهوش أي حد. بيدور في المعبد على أي دليل لغاية ما بيلاقي مكان مخفي تحت الأرض
مليان أدوات طقسية ورموز ورسم الكائن غريب يشبه العين، وفجأة الكاهن بيظهر وشكله كان ناسي كل اللي حصل قبل كده لما عمل طقوس عشان يطلع الشيطان اللي كان في يوشين. بعدين شان بيوريه صورة جوز جيفري، والكاهن بيقوله إنه ساعد الراجل ده في طقوس معينة قبل كده. الكاهن بيقول إن في ناس كتير ماتت على الجبل وجثثهم ما اتدفنتش، عشان كده الجبل بقى ملعون، ولو أي شخص مات هناك مش بيلاقوا جثته. وبيعرف إن لو جوز جافي كمل طقوس استحضار روح ابنه كان ممكن يكسر اللعنة وجثة ابنه تظهر ويقدر يدفنها، بس الكاهن منع جوز جافي من تكرار الطقوس، وجوزها حاول ينفذها بنفسه عشان كده مات. وشان بيقول للكاهن إنه عايز يكسر اللعنة، الكاهن بيقوله لازم الأول تحل مشكلتك اللي ليها علاقة بالجبل. بعدين بنشوف نفس اللي بيحصل بيتكرر تاني، وشان بيقرر يدخل الغابة ويواجه ماضيه وبيفتكر ايه اللي حصل في الماضي، وبنعرف ان في اليوم اللي تاهوا فيه آن واي كان عنده انخفاض في حرارة جسمه، وشان اداله جاكيته الأصفر الواقي من المطر عشان يدفيه، وبعدين سابهم وراح يدور على حد يساعدهم، ولما رجع لقاهم هما الاتنين فاقدين الوعي، وشان ما قدرش ينقذ غير يوشين وما كانش قدامه حل غير كده، فشالها ونزل بها من الجبل وساب أنوي يموت، يعني حتى مرجعش ولا حاول ينقذه، وده سبب له إحساس بالذنب. ودلوقتي شان شاف بقايا جثة صديقه وبيعيط وبيعتذر له، وروحه بتظهر قدامه وهو لابس الجاكيت الأصفر، وشبح صديقه بيقبل اعتذاره وبعدين بيختفي، وشان بيتصل بالشرطة عشان تيجي تجمع رفات صديقه وحمضه النووي. بس المشكلة إن شان قبل 5 سنين قال للشرطة إنه ما يعرفش مكان صديقه ولا آخر مرة شافه فيها، وبسبب كده ممكن يتحبس. أما يوشين لما بتعرف الحقيقة بتنهار من العياط. بعدين شان وهو واقف مع الشرطي بيسمع صوتها بتصرخ وبيحاول ينقذها، بس الشرطي بيمنعه وهي بتموت، وبرضه بيصحى في نفس الفندق. شان كان محتار عشان هو عمل زي ما الكاهن قاله وواجه ماضيه في الجبل. ساعتها بيفتكر جافي وجوزها اللي مات وهو بيحاول يتمم الطقوس، وبيعرف إنه مات بسببهم لأنه هو وأصدقائه أفسدوا طقوسه، وعشان يصلح غلطته لازم يلحق زوج جافري قبل ما يموت. وبياخد يوشين وجري على الجبل وبيشوف جوز جافي وبيفسدوا طقوسه وبيحاولوا يفهموه اللي بيحصل، بس هو مش فاهم، وكانوا هينقذوه بس في اللحظة الأخيرة الكيان بيستحوذ عليه وبيزقه من على الجبل. وبعد شوية بيشوفوا المخلوق الشيطاني بيزحف للأعلى وكان لابس الجاكيت الأصفر، وهما الاتنين بيحاولوا يهربوا والكيان بيظهر قدامهم في كل مكان، ويوشين بتقع وبتتصاب، عشان كده شان بيشيلها زي المرة اللي فاتت، وشان بيتصاب ومش بيقدر يكمل وبيقرر يضحي بحياته عشان يخلص من اللعنة، وبيجيب حجر من الأرض عشان ينقش الرمز اللي جوز جافي نقشه على جسمه ويواجه الكيان الشيطاني. في الوقت ده بنرجع للماضي وبنعرف إن شان مش هو سبب موت أنوي، لكن يوشين هي السبب، لأنها شافت الكيان صاحب الجاكيت الأصفر، ولما شافته أثر على عقلها ومشيت وراه. أنوي أنقذها وحضنها بقوة ووقعوا هما الاتنين، وبسبب الوقع أنوي مات، ويوشين نسيت اللي حصل في الوقت ده، وشان لما رجع لقاهم هما الاتنين فاقدين الوعي. وبنرجع للحاضر وشان بينقش الرمز الشرير على صدره وبيقدم حياته للكيان الشيطاني عشان يسيب يوشين في حالها. أما يوشين بيقدروا ينقلوها للمستشفى، وكده مش باقيلها من الاتنين اللي حبوها وموتوا نفسهم عشانها غير خاتم شان وذكرياتها مع أنوي. وبكده بيخلص الفيلم. لو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.